3. أهلا بكم يا سادة في برنامجكم المحبوب صوغتنا الموزين. نتكلم اليوم عن موضوع اللغة العربية، حيث انهارت اللغة العربية فلم يعد للغة العربية معانيها الجميلة. فنحن الآن في الحلقة رقم 920 في اليوم 25 يناير سنة 2092. معكم الآن حاورتك اللغة العربية طبتي وشوقي وحبي برنس الليالي الغالي الأستاذ حشمة الطوراني. أستاذ حشمة، حوارنا نحب أسألك سؤال. سيئة لنا سيحصل فرقعة سيفهولها صوغتنا الموزين. اللي بيحصل في اللغة ده حالة من التهييس العام. ازاي؟ أنا فاكر إن زمان كان في احترام. كان الولد بيدور يدخل على باباه يقول له قول يا بابا. شوف مامته يقول لها قول يا نجمة. يلاقي أخوه يقول له قول يا شيخ. حتى الأغاني. أنا فاكر أغنية كانت سنة 2020 كانت بتقول العنب 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 يطلع في شتاء أو صيف. طب أنت كنت تعرف إن العنب بيطلع في الشتاء؟ سألوا امبارح. طبعا لا. الأغاني كانت بتقدم معاني وحاجات هادفة مش زي أغاني اليومين دول. رأي المثل استريس اسطنبول صنع مرات السيسكو روم وسلسة تنجر. صح. طبعا التهييس ملك اسمه دلدل كمان. أستاذ حشمة، سنت أماني سمانا عندها سهول الكبار. سكودات 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 سنت أولا سكوداتكم مدارس الوقت ننظر. لا معلش لو بنتكلم عن المجهودات بقى احنا كنا بنجيب الوجه دول ونشوف التراب عنده فين ونزنجفه له. طب أنا جايب لك معايا مجموعة من التحف. التحف دي اتعرضت مرة واحدة بس في المزاد العلني للجمعية الوطنية السياسية للتغيير سنة 2011. ايوه كده، احنا عايزين صقع والسلموس مراني. طبعا لازم يبقى في صقع والسلموس مراني. الحاجة الواحدة من دول لو اتعرضت على الجمهور ما تجيبش أقل من 1000 جنيه مصري من أبو كبريت $5. تراهن أسرائيل أماني. نعرض البضاعة على الجمهور ونشوف. نعم. إيه دي؟ دلوقتي معانا مع الكونتينر الاول ده هنبدا عليه المزاد مش بقى بكذا مرات الان هنبدا عليه المزاد من 1310 320 طبعا 350 شكله هلس. أبو شاكر بالسامع مين 1360 يا جماعه هتدفع عليه 380 مين 380 مين 1390 400 كام 400 بس 410 نستمع 410 450 على طلاب المسلمين 500 جنيه عند الدكتور ايمن سالم 500 جنيه مين انا له مين انا 550 عند الدكتور احمد مش فاهم مين انا 600 عند الدكتور ايمن هو حد بينافسهم ورا 650 هنا ورا السنه 700 بتقول 700 700 يا سيدي 700 لا مش مين 1900 مين 1900 800 هو مش عايز كده عايز عنه عشان يقفل معانا كم 950 950 عند الدكتور ايمن 950 لسه مبتدئه ولا لسه جاهز ألف جنيه
لسه 1000 جنيه على الدكتور هشام. 1000 كان 1050. اسمع 1050. الو 1000 جنيه وهنبدا المزاد تاني على الكوتريه ب 1000 جنيه. في الاخر نزل العظيم. خلاص 1000 جنيه عشان الدكتور هشام موجود. خلاص. طب 670 أبو مكاوي 670. طب ايه؟ طب 700 ماشي. انت هتنام ولا ايه؟ لا في تاني 1000 جنيه وش كده يا دكتور. ايوه نشيل ولا هتزود؟ تمام. في ساعة حارة تجيبها لك؟ أستاذ حسن حضرتك أثبت لي بالصقع والأستاذ موضوع إن الآثار في بلدنا ما بتضيعش قيمتها. أي نعم بتتسرق بس ما بتضيعش قيمتها. الواحد ما بيحبش يتكلم عن نفسه. أنا عايز أعرف دلوقتي الشروط بتنظرنا سيجر دي سرينا لا. أنا هقول لك الشروط في اللغة العربية دي منين؟ دي من أيام الفقيد الله يرحمه. أنا معايا تسجيل نقد ليه من سنة 2008. تعال نشغله ونشوف التسجيل القديم ده. أعزائي المشاهدين صاص الفكرة وأنا أقول سيداتي يا نسائي لسه طالب أهلا ومرحبا بكم من منزلكم السنة الكتاب بعنوان روعة ورونق الشعر العربي الحديث. معنا ومعكم الشاعر الذي فاق العارف الأستاذ حسن هيا. ربنا يخليهم لك يا حماده. أستاذ حسن في البداية نحب نعرف هي إيه يا أستاذ حسن؟ هي بسرعة معايا. في عام 2003 انطلقت من دراساتك الرائعة فكتبت ديوانك الأول بعنوان لا تهرشي لا تهرشي. حصل إيه؟ وكان لك فيها قصيدة من أروع ما سمعته أنا شخصيا. ولقد سمعنا أن سيدة الغناء العربي يكون سابق تتلقى منك. لا يا حموقة هذه مهارات خارجية أنا اللي عرضت عليها والمريضة أنا رفضت. هل كانت قصيدة شجر الأرض على ما أعتقد؟ لا شجر الدشملة. هل لنا أن تلحقنا بمجموعة أقف تحت شجر الدشملة أترنح من كثرة الدهولة أنظر إلى أوراقها فروعها أشجارها ثم أحتار ماذا تساءل يا ترى يمين ولا دشملة؟ كيف أمسكت بهذا المعنى العميق؟ مش عارف إننا كثيرا ما نقف ونحتار بل ونتساءل يا ترى ده يمين ولا دشملة. بيحصل يا بيه. ثم في عام 2009 انطلقت انطلاقتك الثانية فكتبت ديوانك الثاني بعنوان يا جرح القلب إزازة. أيوة يا بيه حصل. والإزازة أنا جايبها إيه؟ الإزازة اللي اتجرح بيها قلب الأستاذ حسن من سنين ونظرا للظروف الاقتصادية اللي بيمر بيها الأستاذ حسن قررنا إن احنا نبيع الإزازة عشان يتمكن إنه يطبع ديوانه الثالث اللي بيحتوي على قصيدة رائعة أنصحكم كلكم تسمعوها بعنوان يا قيس. يا قيس مستقيع. مش جوا يا أخويا الدنيا ده. لا يجيلك سكان لا يجيلك أي حاجة ولعلمك تستخدموها يا عظمي ومش عند المواطن. هنبدأ المزاد على الفاظة ب 200 جنيه.
300 عند احمد طارق. 300. مين 1750؟ دول 350 عند الراجل اللي لابس الشيرت اللي فات. ايوه مين قال؟ مين؟ 400 محدش يزود تاني يا عم الفاضه كمان ما يجيش حد من هم كده. 450 عند الراجل اللي لابس الشيرت تاني. 500 هنا عند السنة 500 عند مين؟ 500 هنا 550 عند الدكتور حاتم. 600 عند الدكتور حاتم برضه. 600 عند الدكتور حاتم. 700 ورا. ايوه المسافه ولع. مين 1750؟ ولع. غلطان ده المثال. مين 700 ورا؟ مين 750؟ 700 ورا جلون. 700 ورا جلون. 750 ومحدش هيعلم تاني. 750. ساعة المعرض 200 جنيه مش عارف ازاي 200 جنيه كم؟ 500 400 50 450 ورا عند مين؟ طبعا تربيه اهليه. مين 800 لسه في بندول على فكره. لسه في بندول 900 عند الدكتور حاتم. يا دكتور من غير بندول هتاخدها 900. 1000 بندول وش 1000 بندول 1000 بندول هو هندسه الحوالي اللي هيتعلم في بيت الدكتور حاتم. والآن أعزائي المشاهدين مع المسلسل المصري المخدوم كتير المسلسل رابطة الرجال. ماشي هم بيعملوا انا ما اتصورتش كده صورت. ما ده فيديو ريفي سمعة مصر ما بين ايديك. مش محسن قول ايه؟ محسن بقى ما روحتش بقى 10 سنين يا محسن بيه. اعمل ايه دلوقتي؟ اوعى تكون فاكر ان انا اللي بدفع. مصر هي اللي بتدفع. خلاص قشطة.
نبدا بجد. نبدا العلم. نبدا العلم ب 400 جنيه. ده مصر يا ولد. مصر يا ولد. مصر يا ولد. بصوا بقى يا جماعه، بصوا بقى بالاجانب طبعا العالم ده بين الاجانب احنا كانوا في الجمعيه وجايين طلاب شوف اللي هيطلع طبعا guys how much you will make بصوا بقى هم 50,000 سمعت الحاجة وقت اليوم 1000 جنيه عند الحلقة لحد شوية هنا لسه هنا عند الأرموت. طيب لو ده مزاد 400 جنيه مين على 500؟ 500 اه سامع 600 لا 600 يا بنتي 500 مين 1400 طب 100 وانا عند البنات طب مش بقى في البلد كمان في البلد ايه اللي هيقول لك الاول هياخد الاول انا عايز حد يصورنا يا جدعان. كده سمر فين؟ اه بتاع ده بيعمل بوز منين؟ ايه؟ بيعمل بوز منين؟ بوز يعني يمشي كده ويدور عليها ولا محسن البتاع ده بيعمل بوز منين؟ هي فين؟ دي ممكن الحب هنتكلم عن عيد الحب ولا هنتكلم عن عيد الحب لازم نتكلم عن عيد الحب هنتكلم عن عيد الحب في مصر هنتكلم عن عيد الحب في الزقازيق هنتكلم عن الزقازيق لازم نتكلم عن طب الزقازيق نتكلم عن طب الزقازيق لازم نتكلم عن زمزة ولا هنتكلم عن زمزة لازم نتكلم عن الفطار الحب بيأتي الفطار بلاش تحبه في رمضان نشوف عيد الحب في الزقازيق عامل ازاي نعود اليكم بعد الاغنيه
اتكلمنا عن الحب وكلمة الحب هنبيع حاجة منها. حضرتك انت ايه لحبيبتك في عيد الحب؟ ايه ده؟ عفريت؟ جايب لحبيبتك عفريت في عيد الحب؟ جايب ايه تاني؟ هو ده هو انت بس؟ ده انت معفن قوي. نبدأ المسات بس يا ريت نكون من قلبنا عايزين ناخد المكتوب. نبدأ. مين هيزود؟ مين هيقول أول كلمة؟ ولأن الحب الآن 300 جنيه عند البنات اللي ورا. لأن البنات كائنات حساسة جدا. 400 عند البنات اللي قدام. 400 البنات اللي قدامك. 500. الله، الحب اللي مفعوله يا جماعة. الولاد طبعا ولا 20 جنيه. احنا قلنا 400 عند البنات، 500 عند البنات اللي ورا، 600 700 كتير بالبركة كتير، 800 800 900 هاي الجمهور. 1000 جنيه عند 1000 جنيه عند حد الشباب. لسه يا جماعه لسه ده فيها 800. قول يا حاتم كمان انت بتعمل ازاي كائن حساس. 1200 عند حاتم. حاتم بسيطي. 1300 عند الحب عشان 1000 ونص. ألف مبروك يا حاتم على التفكير.